الفيلم اخراج الاستاذ اللي انا بوجه له دلوقتي حالا اهو. استاذ نور الدين علي. طبعا يعني انا مهما اتكلمت مش هوفي ربع او جزء بسيط من اللي هو بيعمله معايا ومع زمايلي في اللوكيشن. حد جميل جدا، حد عبقري، حد هيكون من اهم مخرجين مصر. وحضرتك هتقولي ده ان انا جيت انا وانا قلت بوجه له قبل كده رساله من قبل هيبقى انت من ما تقول. اهم مخرجين مصر فعلا. ايوه. عايز اقول لك ان انا بفرحه نفسيه معاه في اللوكيشن، حاجه غير طبيعيه بصراحه. هو حد جميل، حد عنده حاجه عايز يحكيها. وامبارح كان عندنا مشهد صعب جدا جدا جدا. لو اقول لكم الاستاذ نور الدين علي المخرج الجميل اللي انا بعتز بيه وفعلا هيبقى من اهم مخرجين طبعا مصر والعالم العربي. يعني اقول لكم حاجه تفصيله صغننه كده، قال له انت تمسكها كده من ايديها، وهو بقى بيتخانق معاه بيضربني، يعني ابني بيضربني، ها شايفين؟ بس يعني مش هنحرق الحكايه يعني. وبيتخانق معايا كده وعمال يمسكني من ايدي، قال له تمسكها كده. فطبعا بعيد عنكم ايديا كده لا بقى يا جماعه، فيها لا زرقان انا كيوت يا وورم جماعه. يعني. لا الناس هتاخد عني فكره وحشه. يرضيكوا انا مش كده. على راي الاستاذ نور الدين علي دايما يقول ايه؟ عظمه. عظمه. عظمه ضن وعظمه. ضن عظمه وعظمه. عايزه كمان اسالك على حاجه، انت ليك مسلسل بيتعرض دلوقتي؟ مسلسل بيتعرض دلوقتي، ورده على فل وياسمين. بالظبط، انا شفت لك مشاهد منه كده. احكي لنا عن المسلسل ده. لا المسلسل ده جميل، جالي ترشيح احمد فرغلي كاستنج دايركتور. أيوة. تمام، اخراج استاذ توبه. مسلسل جميل جدا. حاجه كده خفيفه بتخش القلب، بطوله طبعا صبا مبارك واحمد عبد الوهاب. يعني حاجه جميله لذيذه كده، مسلسل خفيف.